تمرين الوايد جريب على اللات بول داون. طبعا ده من اشهر التمارين اللي بنلعبها لعضلات اللاتس، بس في اخطاء كتيرة بنعملها واحنا بنتمرن، واخر غلطة دي هي اللي بتعمل اصابة في وتر الكتف. خليك معايا لاخر الفيديو عشان نشوف افضل اداء والغلطات اللي بنعملها والحلول بتاعتها ايه. طيب، اول حاجة التمرين ده بيستهدف عضلات اللاتس. تعال نشوف السيت اب بتاعك. هتقعد على الجهاز وهتمسك القبضة وهتبقى بعرض الكتفين او اوسع حاجة بسيطة. طبعا تحافظ على الجذع بتاعك يبقى مشدود. هتخرج النفس وتسحب القبضة ناحية اعلى الصدر وتاخد نفس وترجع ببطء لوضع البداية. دي الانهيل والاكسهيل بتاعت التمرين. تعالوا بقى نحلل الحركة مع بعض. اولا العضلة المستهدفة هي عضلة اللاتس اللي هي باللون الاحمر زي ما انتوا شايفينها، ودي اللي فيها عظمة الهيومرس او عظمة العضد زي ما احنا بنقولها. بتعمل حركة الشولدر ادكشن، واللي بتساعدها في حركة الشولدر ادكشن دي هي posterior deltoid والتيرس ميجر. دول اللي بيساعدونا في حركة الشولدر ادكشن. عندك برضه السكابيو ادكتور بتساعد في حركة الريتراكشن مع الداون وورد روتيشن زي ما انت شايفها. خلينا في تركاية هنا، وانا ماسك القبضة ماسكة برونيشن اللي هي برونيشن جريب، تمام. البريكيالز هي اللي بتبقى مساعدة اكتر، ولو انا ماسكة اللي هي سابونيتد جريب اللي هيساعد معايا البايسب بريكياي. جت اللحظة بتاعة الاخطاء والغلطات اللي بنعملها كلنا والحل بتاعها. رقم 1، وده من اشهر الاخطاء، انك بتسحب الكيبل بشكل اندفاعي اكتر من اللازم، وانت راجع بالمقاومة بترفع الحوض ومش بتبقى ثابت، وده عادة بيحصل عشان الاوزان او المقاومة بتبقى زيادة عن قدرتك. ونقدر نحل المشكلة دي ان انت هتثبت رجليك في مكانها تحت الدعامات اللي بتبقى في الجهاز، وهتعمل الحركة ببطء بتحكم عشان تفضل مجند العضلات الأساسية طول الحركة. دي رقم 1. رقم 2، المبالغة في ميل الجذع، ان انت بتبالغ في ميل الجذع بتاعك لورا. هو الصح ان انت هتميل الجذع بتاعك بزاوية من 20 ل 30 درجة وتحافظ على الزاوية دي طول الحركة. هو في تركاية ان انت ممكن تميل اكتر من زاوية 20 او 30، بس ده بيبقى في اخر عدتين 3 عشان توصل للفشل العضلي، لكن مش هيبقى ده السيت اب بتاعك او ده الحركة بتاعتك باستمرار ان انت ظهرك راجع زيادة عن 20 او 30 درجة. رقم 3، ودي للمبتدئين طبعا، دي اغلبنا بيواجهها، انه بيسحب القبضة لحد البطن او تحت الصدر. والحل طبعا ان انت تركز في اداء وتعرف ان رينج الحركة انه اخرها عند الصدر العلوي. رقم 4، ركز لان دي سبب من اشهر اسباب اصابة وتر الكتف. ناس كتيرة وهي بتعمل حركة السحب دي بيجيلها الم في الشولدر جوينت، وده بيبقى بسبب سحبتك للقبضة وانت نازل. عظمة الهيومرس بتاعتك بيبقى بتعمل حركة internal rotation، بيبقى اتجاهها لجوه، وده بيخلي الوتر بتاع الكتف بيحتك بالعظمة اللي فوقيه، وده اللي بيسبب الالم. والحل ان انت بتبقى بتعمل external rotation، ودي الوضعية الثابتة لمفصل الكتف. هسيبك تركز في الفيديو اللي قدامك عشان تفهم الحركة وتفهم قصدي من الانترنال روتيشن والاكسترنال روتيشن. وطبعا ما تنساش ان احنا هنا بنديك معلومة قيمة عشان تعرف توصل لافضل اداء بدون اصابات. شير معلومة عشان غيرك يستفاد.